اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده على قناتي وقناتكم قناه مريم شانيل تي في. كما كتشوفوا معايا اليوم الفيديو ديالنا غادي يكون هو عباره عن دي كاب كيك اولا لي مادلين اللي غادي نحضرهم لوليداتنا، سواء يدوهم معاهم اولا البوتي. خليكم معايا ومع طريقه تحضير هاد لي كاب كيك. وهنا غادي نبداو على بركه الله. المقادير ديال لي كاب كيك ديالنا، غادي نحتاج هنايا عندي واحد 4 ديال الكيسان من دقيق الفرص اللي تيكون بطبيعه الحال ممتاز، كيكون مغربل. عندي واحد الكاس ديال الماء، يمكن لكم تعوضوه بالماء تعوضوه كذلك بكاس ديال الحليب، تيبقى اختياري على حسب المتوفر عندكم. عندي هنايا واحد 2 الكيسان من الزيت المائده كيكونوا عامرين. عندي كذلك واحد 2 الكيسان من السنيده. عندي 2 ديال الساشيات ديال الفاني. كنحتاج كذلك عندي واحد 2 ساشيات من الخمارات الخاصه بالحلوى، يعني من وزن 8 غرام. عندي هنايا 4 ديال البيضات اللي كنكونوا مخرجينهم من قبل، يعني من الثلاجه، كيكونوا بحراره المطبخ. عندي هنايا قشور ليمون او لا الحامض على حسب ما متوفر عندكم. وعندي هنايا معلقه كبيره من الخل. وغادي نبداو الان على بركه الله. بالنسبه كما قلت لكم هاد المقادير يعني كتخرج 30 الحبه. بامكانكم نتوما يعني عوض ما غادي ديروا 4 يعني 4 ديال الكيسان ديال الدقيق كديروا نص ديال الكميه، يعني باش كتخرج يعني لحسب الكميه اللي بغيتو نتوما. اول شيء غادي نبداو على بركه الله. يعني في واحد الاناء غادي نخوي البيض ديالنا، غادي نضيف ليه الساشيات ديال الفاني، سواء بغيتو يعني هاد الفاني ولا يعني الفاني ديال الروح ديال الفاني، كيبقى كما تنقول لكم يعني اختياري. كما تنعرفوا الفاني كيعطي واحد النكهه زوينه يعني الحلويات ديالنا. كما كتشوفوا غادي نضيف كذلك كاس الاول من السنيده. غادي نضيف كذلك الكاس الثاني. يعني بالنسبه للحلاوه كتبقى على حسبكم نتوما، بامكانكم تكتفيو فقط بكاس ونص. والان غادي نطرب الخليط مزيان، يعني البيض والسنيده حتى يمتزجوا مزيان كيف كتشوفوا معايا. يولي عندنا الخليط كريمي. يعني كنبقى مستمره في التحريك كيف ما كتشوفوا حتى كيصبح عندي الخليط على هذا الشكل. انا غادي نوقف هاك ديالنا اولا لي كاب كيك كما كتشوفوا. الان غادي نضيف الزيت تدريجيا، ما نجيوش يعني نصبوا كلشي في دقه واحده، يعني باش ينجحوا معكم هاد لي كاب كيك. انا تنكب يعني بشويه وميم طون يعني تنحرك بالطراب، يعني كنطرب الخليط ديالنا. صدقوني هاد لي كاب كيك يعني كيجيو غزالين ورائعين، يعني خصوصا الوليدات يعني اللي ما تيبغوش يفطروا. يعني بامكانكم انكم ديروهم لهم يعني في الفطور او لا يكون يعني في لانش بوكس ديالهم، يعني وصحيين احسن من اننا نشريوهم من على برا وكعارفين يعني شنو مصايبين فيهم كذلك. وانا دائما كنصحكم انكم يعني الوليدات ديالنا نعطيوهم شي حاجه اللي تكون يعني بطبيعه الحال محضرينها بالانفس ديالنا. غادي نضيف الكاس الثاني كما تنقول لكم دائما تدريجيا باش يمتزج لي العناصر كاملين مع بعضياتهم. يعني بشويه بشويه اللي حتى كنكمل الكميه ديال الزيت اللي عندي. ودائما يعني مع التطريب وهاد لي كاب كيك راهم يعني فيهم انواع كاين اللي تيديرهم في
يعني كاين اللي تيبغيهم بالشوكولا، كاين اللي كيبغي على حسب. كما كتشوفوا معايا الخليط خاصو يكون يعني يكون خيط كما تشوفوا معايا. الان غادي نضيف قشور ديال الحامض. ضفنا قشور ديال الحامض وغادي نطرب الخليط كما شفتوا، اولا قشور ديال الليمون يعني اللي متوفر عندكم. انا هنايا درت قشور ديال الليمون يعني كيعطيو واحد النكهه غزاله. غادي نطرب الكل كما كتشوفوا معايا، يعني مزج داك القشور ديال الليمون اولا الحامض مع داك الخليط اللي عندي. دائما كما قلت لكم مع التطريب اولا مع التطراب المستمر كيف ما شفتوا. يعني الخليط خاصو يكون يعني واقف كما تنقولوا. الان غادي نضيف كاس من الماء اللي يكون يعني معتدل، يعني ماشي بارد. غادي نطرب يعني بشويه بشويه كما قلت لكم قبيله. يعني بامكانكم انكم تعوضوه بكاس ديال الحليب على حسبكم نتوما واللي بغيتو واللي متوفر عندكم بطبيعه الحال في البيت، يعني كيبقى اختياري. دائما انا في الوصفات ديالي كنعتمد على الاشياء اللي كتكون متواجده عندنا في البيت، يعني ما كنكلفوش نفوسنا بزاف. خصوصا ان الوليدات ديالنا كيحماقوا على هاد لي كاب كيك او هاد لي مادلين. الان غادي نضيف المعلقه ديال الخل. والسر يعني كما كنعرفوا جميع ان الخل كيعطي واحد الفشفشه، يعني كيجيو هذوك لي كاب كيك مفشفشين كما تنقولوا، وما كيوجوش يعني معجنين اولا متقصين من الداخل. الان غادي نوقف من يعني غادي نوقف من التطراب وغادي نضيف دقيق اللي كما قلت لكم يعني كنكون غربلته من قبل، يعني باش ما يبقاوش هذوك الحبيبات يعني متكتلين لينا. غادي نضيف كما تنقول لكم الدقيق تدريجيا كيف ما شفتوا. هنا غادي نطرب يعني غير بشويه، ماشي سميتو بجاد، يعني ماشي بالدرجه الثانيه، غير يمتزج داك الدقيق مع العجين كما شفتوا. يعني على هذا الشكل. وغادي نضيف الدفعه الثانيه كما قلت لكم، حيت كاين يعني الدقيق اللي كيشرب يعني راه يقدر ما يهش يعني ديك الكميه اللي قلت لكم. هنا من بعد ما طربت الخليط كما شفتوا معايا، خصو يكون يعني باش نعرفوا ان لي كيك ديالنا او لي كاب كيك ديالنا ناجحين، الخليط خصو يكون يعني خيط واحد. هنا كما كتشوفوا معايا انا اكتفيت عندي هاد لاطا ديال لي كاب كيك. غادي نعملهم في هاد القوالب اللي كيكونوا يعني كيتباعوا عند يعني اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. بالنسبه اللي متوفرش عنده هادو، كاينين واحد القوالب يعني اللي هما من الورق مقوى، حتى هما كيدخلوا للفران. يعني بالنسبه اللي متوفرش عنده اللاطه، هنا كما غتشوفوا معايا الخليط غادي نقسمه على جوج، يعني النص غادي نخليه ابيض والنص غادي نديرو بالكاكاو. يعني كما قلت لكم كيبقى لكم الاختيار طبيعه الحال. هنا غادي ناخذ واحد الكميه من العجين الابيض اولا من الخليط ديالنا اللي غادي نضيف ليه معلقه ديال الكاكاو كيف ما كتشوفوا معايا على هذا الشكل. بالنسبه للكاكاو انا راه غربلته من قبل، يعني ضروري تغربلوه باش ما يعذبكمش، يعني ما تكونوا كتخلطوه كما شفتوا. هنا غادي نكتفي بمعلقه كبيره ديال الكاكاو وغادي نحرك الكل جيدا. في حاله الا ما بغاش يتمزج لكم الخليط كتضيفوا القليل من الحليب. يعني هذه واحد المعلومه نبغيكم تضيفوها حتى هي كذلك عندكم. يعني الحليب كيعاون انه يتمزج لنا الخليط ديال الخليط ديالنا مع الكاكاو. غادي نستمر انا في التحراك كما شفتوا تيتمزج ليا الخليط مزيان. غادي نحركه بحال يعني بالطريقه. هذا هو الشكل ديال الخليط ديالنا بالكاكاو. الان غادي نهز بالمعلقه واحده، يعني فقط كل قالب كنخوي فيه يعني معلقه كبيره فقط باش كنخلي لاسباس فين يتنفخوا لنا لي كاب كيك ديالنا. كما عارفين انه الخماره يعني راه كتدير الدور ديالها.
غادي نبقى انا مستمره وغادي ندخل لي كاب كيك ديالنا الفران ونتلاقاو في الشكل النهائي. كما كتشوفوا معايا الغزالات ديالي، هذا هو الشكل النهائي ديال لي كاب كيك ديالنا اولا لي مادلين اللي انا درتهم يعني بثلاثه ديال الاشكال، كيبقى لكم اختيار. يعني الشكل الاول خلينا ابيض، وكاين الشكل الثاني درنا فيه دوك الحبيبات ديال اللوز ايفيلي، وكاين الثالث. وكما قلت لكم دائما التزيين كيبقى اختياري حسب كل سيده وشنو متوفر عندها في البيت ديالها. الى هنا غنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. شكرا لكم مره اخرى على التتبع ديالكم. الى عجبكم الفيديو ديالي ما تبخلوش عليا من انكم تعملوا لايك في الفيديو كذلك وتعليقات محفزه. وبالنسبه للناس الجدد ما تنسوش انكم تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد على قناتي وقناتكم طبعا قناه مريم شانيل تي في. الى اللقاء مع فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. دمتم في امان الله.